ملي شاف داك العقد في العنق ديالها تفاجأ، بقى يتساءل. قال لها منين جاك هذا العقد هذا؟ قالت له واحد السيد عزيز. ملي قالت له شكون هو بكى بالدموع. السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. القصه ديالنا دور الاحداث ديالها على واحد السيد سميتو زكريا. هاد السيد هذا ملي كان صغير كان تزاد في واحد الاسره متدينه بزاف. الوالد ديالو كي كبر شويه وبدا يعرف دخلو للجامع، بقى يقرا غير القران، متبع الدين حتى حفظ 60 حزب. كبر شويه مسكين على حساب ديك 10 سنين. الوالدين ديالو ماتوا بجوج، الوالد والوالده ديالو. بقى بوحدو، ما عندوش خوتو. اللي بقى بوحدو كانوا ساكنين في واحد الدار نتاع عمو. قال له ولدي ما عندك فين غادي تجلس، دوك انت راك كبرت ومول 10 سنين غادي يخرجوه الناس، كاين اللي ما في قلوبهمش الرحمه. قالوا روح دبر على راسك. خرج داك الولد مسكين الصغير ما يعرف والو. بقاو هكا يتعاونوا معاه الجيران، مره يدخل عند هذا، مره يدخل عند هذا الدار، مره يدخل عند هذه، ياكل مسكين يتعاونوا معاه. واحد النهار هذاك الشيء صافي ضربو في الراس، ما قدرش، بحال اللي ما رضاش. الولد عاد صغير وبنفسه قال انا نخوي كاع هاد البلاد. ومسكين دار واحد الخبيزه، هز واحد الخبيزه واحد القرعه نتاع الماء وقبض الطريق. بقى غادي 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 حتى وصل لواحد القريه. ملي وصل ديك القريه هو يتمشى ومات بالجوع. صافي كملت ديك الخبيزه في الطريق، كمل داك القرعه نتاع الماء كملت، مات بالجوع. بقى يقول يا ربي غير شي محسن يشوف من حالي. هو يتمشى ويتلقى واحد الكموسه مرميه في الطريق. ملي هزها لقى فيها واحد العقد باين عليه ثمين المبلغ ديالو مرتفع باين. هذاك العقد كبير بزاف نتاع الجوهر الحر. هي هذيك دس هذاك الكموسه، بقى يتمشى دخل للسوق نتاع ديك القريه. وهو يسمع واحد السيد يبرح يقول لهم اللي لقى لي واحد العقد راه عزيز عليا بزاف والثمن ديالو غالي وراه طاح لي، اللي لقاه راه نعطيه مكافاه قدا وقدا. وحز عنده هو قال له قول لي كي داير هذا، اعطيني المواصفات والنعت نتاع هذا العقد هذا. قال له ها كي داير ها كي داير. ايوا مدوا له، قال له هاك سيدي هذا راه ديالك، راني لقيته ها فين. عطالو هذيك الكموسه. ملي بغى يخلصو قال له هذا راه من حقك، هذا الثمن راني وهبته. اللي لقى هذا العقد هذا نعطيه هذا الثمن. قال له لا، عيا ما يحلف. قال له لا. الولد واخا صغير نفسه عزيزه. قال له بغيتك تشري لي غير القوت نتاع هذا النهار، راني ما عنديش ما ناكل. قال له واخا مرحبا. دا هذاك السيد داه وكلو وعيا فيه لصق فيه الفلوس، ما بغاش. عيا فيه قال له تمشي معايا. قال له لا. قال له ما عندك حد؟ قال له انا يتيم ما عندي حد. عيا فيه قال له لا، ما نمشي، ما نقدرش نمشي معك. ايوا قال له انا نعرف واحد السيد غادي نخليك عنده، ونهار اللي ربي يسهل امرك الا بغيت تعلم عنده الصنعه راه يصاوب هذا الشيء نتاع الحلفه، يدير هذا الطباق ويدير هذا. قال له مرحبا. ايوا داه عنده. قال له هاد الولد ها الامانه راه باين عليه يقدس الامانه، راه لقى واحد العقد ثمين وكان طاح لي وراه ردو ليه وكذا شي من المهم. صافي هذاك السيد من شكروا له قال له مرحبا، خلاه بقى يتعلم معاه. الولد وصل ديك 18 سنه وهذاك السيد معتني به. ملي وصل ديك 18 سنه الولد كان بعدا واخا كان يتعلم ديك الصنعه وكان يخدم مع داك السيد، دائما يقرا القران ودائما يجود، ودائما كاع الناس يعجبهم داك الصوت ديالو من يكون هكا يقرا القران ويجود القران. ملي يمشي تاني للجامع يمشي يودن، صحاب القريه كاع ميتين عليه. واحد النهار بغى يبدل، قال داك السيد قال له انا بغيت نبدل البلاد وبغيت ما زعما بغيت حتى انا نطلع في هذه التجاره، ندير شي تجاره ونطلع فيها راني بقيت بحال نقولوا بقى غير بلاصتو.
يخدم مع داك السيد وداك الشيء اللي كاين يعيش به. قال له اللي بغيت، عيا فيه ما يطلب فيه. قال له لا. قال له صافي اللي بغيت. قال له زعما راني بغيت نسافر لشي مدينه. قال له ما أنا مدينه تنصحني. نصحو في واحد المدينه فيها حتى هي فيها الصناعه وفيها. قال له الا بغيت تمشي. قال له بصح راها السفينه ها النهار الفلاني غادي تقلع. صافي مشى، عطاه داكشي اللي كتب الله، مشى ركب في ديك السفينه، دا غير فلوس المركوب ما عندوش. ملي ركب في ديك السفينه مشات نص، من وصلت نص تاع البحر جات العاصفه. صافي ما بقاش حتى شي واحد، كلشي مات مع السفينه غرقت. مسكين بقى لاصق في واحد اللوحه، هذيك هي اللي بقات من السفينه، تفركتت. داتو ديك اللوحه، بقى مسكين غادي 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 حتى رماتو لواحد الشط. ربي من يبغي يقدر القدار. وصل داك الشط، بقى تما مليوح. جاو شي بزوز كانوا يلعبوا تما، شافوه، مشاو لغاو لاهل ديك القريه، جاو يجريو ورفدوه، داو للطبيب، بقى يداويه بالطبيب. ملي تقعد قالوا له شكون انت؟ قال لهم فين كنت انا وها كي دايره قصتي. المهم حكى لهم القصه ديالو. ايوا قالوا له غادي نخليوك هنايا عند بحال نقولوا الفقيه نتاع الجامع. قال له تجلس عنده. جلس عند داك الفقيه، بقى يقرا القران، شافوه متقي الله، شافو حافظ 60 حزب. هي هذيك بقى شويه بقى يودن، شويه بقى يصلي بالناس. الناس ولفت عليه، بقاو يقريو عنده ولادهم الصغار، يقريهم في النهار وفي العشيه يقري الكبار. تعرف في ديك القبيله بقى كلشي يبغيه. بناو له واحد الدويره. ربي من يبغي يقيد الرزق اللي واحد الانسان يكون صالح. بناو له هذيك الدويره، قالوا له خصك تعمر على راسك، حنا شحال قدنا نبقاو نطيبوا لك ونصبنوا لك، ولا انت بداتك راك ما تبغيش. قال لهم مرحبا. شافوا قالوا له كاينه واحد البنت يتيمه غادي نجيبوها نجوجوها لك. المهم لقاو بها، عجباتو عجبها. المهم عاونوه الناس، اهل القبيله داروا له واحد العرس. والسيده كانت وارثه من الوالد ديالها، الوالد ديالها كان لاباس عليه. هي هذيك الليله نتاع العرس ديالهم، ملي بقاو بجوج، هو يشوف لهداك واحد العقد في العنق ديالها، عقل عليه داك اللي لقاه. قال لها منين جاك هذا العقد هذا؟ قالت له هذا راه نتاع الوالد ديالي. قال لها انتي بنتو اللي كان يبكي عليك، وقال هذا راه امانه نتاع بنتي، حقاش هو قال له راه امانه نتاع البنت ديالي من ردولو. قال لها هذاك السيد، قال لها راني ما نسيتوش اللان. قالت له حتى هو قلب عليك، راك غير هنا كان مشى يقلب عليك عند السيد اللي داك عنده ما لقاكش، وعيا ما يقلب عليك، وكان ديما يهضر عليك وعلى الامانه ديالك، وكنت عزيز عليه. وبقات تبكي. قالت له ولكن شاءت الاقدار انك ما تلاقاش معاه، وكان باغيني انني نكون لك، ولكن ربي كتبني ليك، والرغبه نتاع الوالد ديالي هي هذه اللي وقعت بيناتنا، وربي كمل له الامنيه ديالو وسهل امرنا وتلاقينا، وهاني راني دوك راني الزوجه ديالك. وعاش هو وياها مزيانين. هذاك الورث ديالها داروا به التجاره هو وياها، خرج لها راجل صالح، ولدت معاه 4 تاع الوليدات، وعاشت مرتاحه هي وياه، وسعدات اللي دار الخير ورد الامانه، وسعدات اللي يكون عنده القناعه في القلب. هذه هي القصه ديالنا. نتمنى انها تعجبكم، طلال الرضا ديالكم، وتبارك الله عليكم. وما تنساونيش الخوت بلي كومونتير ولي لايك فضلا وليس امرا. واللي ما مشتركش معايا في القناه ديالي يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. نتمنى لكم التيسير والرزق الكثير ان شاء الله، والى اللقاء في قصه جديده ان شاء الله.